السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بكويت. بقالنا فترة كبيرة جدا ما صورناش من داخل الاستوديو، فأنا لقيت في فرصة وفي تساؤلات كتيرة الفترة دي عن إيه الأفضل بين تكييف فريش وتكييف هاير. عشان كده قررت أعمل الحلقة بتاعت النهاردة نتكلم عن مميزات وعيوب التكييفين دول، وهقول لكم رأيي الشخصي في نهاية الحلقة ايه الافضل، وهقول لكم على رنجات الاسعار بتاعتهم. كمان بيكون في حلقه منفصله لكل تكييف، يعني اسعار تكييفات فريش تظهر جنبي دلوقتي في علامه الاي، واسعار تكييفات هاير من اول 1.5 حصان لحد 5 حصان لو عايزين تعرفوا الاسعار بالتفاصيل. واحب انوه تاني ده بيكون رايي الشخصي، ممكن حضرتك تتفقوا معايا او تختلفوا معايا، بس الراي ده بيكون من خلال خبره كبيره في موضوع التكييفات. فيلا بينا عشان ما نطولش عليكم ونشوفوا معانا ايه النهارده. طبعا عشان الجو بيكون حر شديد الفتره دي، فانتوا بتحتاجوا تكييف يكون شغال معاكم تبريده كويس ويغطي مساحه كبيره جدا والتبريد ما بيقلش. كمان في حد تاني بيسال اللي هو عايز التكييف 1.5 حصان بيغطي مساحه قد ايه. برضو لو حد عايز يسالنا عن الموضوع ده يتواصل معانا في التعليقات، واحنا باذن الله هنقول له على كل التفاصيل، يقول لنا المساحه عنده كام وهقول له التكييف المناسب ليه. دلوقتي هنبدا معاكم عن مميزات تكييف فريش. بالنسبه للوحده الخارجيه بتاعه تكييف فريش بتكون مصنوعه من خامات كويسه جدا بتستحمل معانا الرطوبه والشمس وكمان الميه. لو في شتاء ولا حاجه فتستحمل معانا، خاماتها بتكون عاليه جدا. طبعا لكل وحده خارجيه بيكون عمر افتراضي، مش بقول انها مش بتبوظ او مش بتقشر، لكن تكييف فريش الوحده الخارجيه بتاعته بتكون عمرها الافتراضي اطول شويه. المميز تكييفات فريش الفلاتر بتاعته بتكون قويه جدا. قويه بمعنى ايه؟ بتشتغل بكل قوتها انها تنقي الهواء، طبعا ده بيمنع عننا الميكروبات واي تلوث. كمان بالنسبه لتنظيف الفلاتر فبيكون سهل جدا، على عكس بعض التكييفات التانية اللي بتكون الموضوع بيكون صعب شويه وبيحتاج فني. في تكييف فريش الموضوع سهل، ممكن تنضفيه او تنضفه بنفسك. زائد كمان ان التكييف بيكون مدعوم، مش كل التكييفات طبعا، بعض الموديلات بتكون مدعومه بخاصيه التنظيف الذاتي. ده زي زرار كده او تقنيه بتدوس عليها من خلال الريموت فهو بينظف نفسه ذاتيا. طبعا ده ما يمنعش ان احنا كل فتره طبعا ننظف الفلتر. بالنسبه لتوزيع الهواء فهو بيكون متوسط شويه في موضوع توزيع الهواء، يعني مش هتحسوا ان الغرفه كلها بنفس مستوى التبريد. طبعا هنتكلم على فريش فبيعتبر فئه متوسطه، فده بالفعل سعره بيكون برضو متوسط. فاحنا بنتكلم على 1.5 حصان البارد العادي بيبدأ معانا من 17,000 جنيه. طبعا السعر ده بيكون حصري لكل مشتركين قناة بيكوي، وكمان بيكون فيه خصم إضافي، بس طبعا خصم مش كبير قوي لأن السعر احنا مقللينه جدا. ولو عايز تعرف أكتر عن تكييفات فريش وأسعار الواحد ونص والاتنين وربع وكل الموديلات اللي عندنا، طبعا هسيب لكم الحلقة في صندوق الوصف أو تظهر جنبي في علامة الأي، وخدوا لفة في القناة وانتوا بتشتركوا هتلاقوا حاجات كتيرة جدا. بالنسبة للتكييفات الفريش اللي هي بتكون انفرتر فبيكون في توفير فعلي للكهرباء، على عكس بعض التكييفات التانية بتكون انفرتر بس التكييف برضو بيستهلك كهرباء كتير. لكن بالنسبة للفريش فموضوع الانفرتر ده بيكون مؤثر فعلا في استهلاك الكهرباء. طبعا في بعض الموديلات بيكون في خاصية النوم اللي هو بيشتغل مش على مستوى واحد، يعني ممكن اول ما تشغليه تلاقي مثلا على 18، مع الوقت يوصل معانا لحد 24. بيكون في تدرج في المستويات، ده بيكون وضع النوم طبعا بيكون موجود في بعض موديلات فريش. المميز برضو في تكييف فريش ان صوته بيكون هادي. ومن خلال اراء العملاء فتكييف فريش مش بيحتاج او مش بيعطل كتير، فمش هتحتاجي صيانه دوريه. زائد كمان ان خدمه ما بعد البيع في فريش موجوده على مدار الساعه، وقطع الغيار ان شاء الله بتكون متوفره، ودي ميزه مهمه. طبعا السربنتينه بتاعته بتكون المونيوم مش نحاس، ده بالنسبه للواحد ونص حصان. في بعض الموديلات اللي بتكون 3 حصان و5 حصان بتكون السربنتينه نحاس. عيب تكييف فريش ان الوحده الخارجيه بتاعته بتحتاج مكان واسع لانها بتحتاج تهوية. لو المكان بيكون ضيق او صغير فده هيأثر معانا على قوة التبريد. في بعض الموديلات بيكون في التي 1 ده بيستحمل لحد درجة حرارة معينة وبعد كده بيفصل. التي 3 ده بيكون اعلى حاجة بيستحمل معانا لحد 53 درجة مئوية، طبعا ده اللي حضراتكم فاكرينه. لكن التي 3 مختلف هنا في مصر. طبعا الحرارة عندنا في مصر يعني صعب توصل ل 53 درجة، طبعا في الفترة الحالية ممكن مستقبلا توصل للموضوع ده، لكن في درجة الحرارة العالية التكييف بيفصل حتى لو كان تي 3. ده كده بالنسبة لمميزات وعيوب تكييف فريش. لو في حد عنده التكييف وحابب يقول لنا
على ميزه انا ما ذكرتهاش او يقول لنا على عيب، يتواصل معانا تحت في التعليقات بحيث الكل يستفيد. نخش بقى معاكم على تكييف هاير، نتكلم عن مميزاته وعيوبه، وهقول لكم برده نبذه بسيطه عن سعره. لو عايزين تعرفوا السعر بالظبط ايه او اسعار جميع الموديلات بجميع المميزات، يعني الواحد ونص حصان الديجيتال البارد الساخن، هسيب لكم الحلقه في علامه الاي جنبي زي ما قلت لكم، وانتم تشتركوا في القناه خدوا لفه هتلاقوا كتير جدا عن التكييفات مش بس هاير وفريش. كان في حد بيهاجمني من فتره بيقول لي انت ازاي بتقارن تكييف فريش الجوده وخبره من زمان في السوق بتكييف هاير ابن امبارح الصيني، وانا وضحت له الموضوع في التعليقات، موضوع الصيني ده وموضوع الجوده، وهوضح لكم الموضوع ده، يا ريت يكون بيتفرج معانا على الحلقه دي عشان يفهم التفاصيل بالظبط. طبعا في نقطه في تكييف فريش ما اتكلمش عنها، هي بتكون تصنيع مصري. تمام. بالنسبه لتكييف هاير فالناس بتقول ان هو بيكون مصري، لا هو بيكون صيني بس درجه كويسه. حاليا في مصانع هاير متوفره هنا في مصر، فبيجيبوا الخامات من الصين وبتصنع هنا في مصر. جميل. اول ميزه في تكييف هاير خاصيه التربو. الخاصيه دي بتعمل ايه؟ بتوصل الهواء البارد في جميع انحاء الغرفه في اسرع وقت ممكن. طبعا دي ممكن تكون ميزه مش مهمه لبعض الناس ومهمه لناس تانية. الميزه دي مش موجوده في تكييف فريش العادي، يعني في التكييف فريش ماركت سمارت مش موجود خاصيه التبريد السريع دي. لو ماركت تيربو هتلاقيها موجوده في فريش، لو ماركت تيربو هتلاقي فيها خاصيه التبريد السريع. بعد ما يوصل الهواء البارد في اقصى سرعه في الغرفه بيرجع لوضعه الطبيعي، فده اللي بيخلي الناس تحس ان تكييف هاير تبريده بيقل مع الوقت. لا هو مش بيقل، هو بيطلع باقصى سرعه تربو وبعد كده بينزل للمستوى العادي. كمان في خاصيه توزيع الهواء البارد في جميع انحاء الغرفه او جميع انحاء المكان بالتساوي، يعني اللي قاعد تحت التكييف هيحس بالتبريد زي اللي قاعد في اخر الاوضه. كمان في ميزه، هو الهواء البارد بيوصل لمسافات كبيره جدا، ده لان بيكون في كمبروسر اسمه الكمبروسر الاستوائي، ده بيكون دوار، فده بيساعد ان الهواء ينتشر بسرعه كبيره في جميع انحاء الغرفه حتى لو مسافه كبيره. كمان بيكون في خاصيه ازاله الرطوبه من الجو، واتسالت كتير جدا عن موضوع الرطوبه ده. الرطوبه دي لو حد ساكن في منطقه ساحليه فبيحس ان الهواء جاي محمل بميه البحر، فبتحس ان الهواء مش يعني في سخونيه، على عكس المناطق الصحراويه بيكون في حراره شديده. ففي هاير في خاصيه ازاله الرطوبه دي، يعني انت لو في منطقه ساحليه هيبقى كويس بالنسبه لك تكييف هاير عن فريش في النقطه دي. كمان بيكون في تقنيه النانو فلتر، ده برضو بينقي الهواء من اي روائح كريهه، لو في حد عنده حساسيه فيطمن من الموضوع ده. وكمان بيكون في خاصيه التنظيف الذاتي، الفلاتر بتقعد وقت طويل لحد ما تتنضف، وده برضو بيساعد ان الفلتر ما يطلعش اي روائح كريهه. في بعض الموديلات طبعا من هاير ممكن بنحمل الابلكيشن بتاع هاير بنتحكم في جميع خصائص التكييف على الابلكيشن موبايل. وكمان دي ميزه عشان لو التكييف فيه اي عطل ولا اي حاجه زي الارقام اللي بتظهر في بعض التكييفات، فبيكون في دليل شامل على الابلكيشن تدوس على المشكله تتحل على طول بدون اي فني. وكمان من خلال الابلكيشن بنقدر نتحكم في توفير الكهرباء. طبعا بيكون في وضع النوم، ده بيقلل من تدفقات الهواء اثناء النوم، طبعا الكلام ده قلناه في تكييف فريش. وكمان بيكون صديق للبيئه، حاجه اسمها RA 410، دي شهاده كده معناها بيكون صديق للبيئه. ده كده بالنسبه لكل مميزات تكييف هاير. نتكلم بقى معاكم عن العيوب وهقول لكم رايي انه الافضل فيهم. انا هنا مش برشح شركه معينه، انا بقول هنا اللي بيمليه عليا ضميري من خلال تجربه الناس ومن خلال خبرتي في المجال. بالمناسبه بالنسبه للسربنتينا ففي بعض المنتجات بتكون نحاس وبعض المنتجات بتكون ألمونيوم. حاجه تانية بالنسبه للناس اللي بتقول ان تكييف هاير رقم 1 في السعوديه، فانت ازاي بتقول انه بيفصل وهو T3؟ الانتاج السعودي غير الانتاج المصري. يفصل في حاله ان الحرارة بتكون شديدة تتجاوز 40 درجة في الاماكن الصحراوية زي الصعيد. في حالات تواصلت معانا وقالت لنا ان التكييف فصل. فانا بقول من ناحية تجارب المستخدمين مش مني انا، عشان نخلص بس الجدل في موضوع ان هو رقم 1 في السعودية، والسعودية دي درجة الحرارة عندهم عالية جدا فانت بتقول اي كلام، فالموضوع مش كده او مش بيتحسب كده. اول عيب في تكييف هاير ضعف قدرة التبريد بعد وقت قصير، يعني ممكن يشتغل معانا ساعتين 3 ساعات وبعد كده تحس ان التبريد بتاعه قل. قطع غياره بتكون صعبة جدا ومش متوفرة، ولو متوفرة بيكون سعرها غالي شويتين. بعض المستخدمين اشتكوا ان الفلتر بيطلع روائح كريهة بعد فترة قصيرة وانه بيحتاج لتنظيف دائم. طبعا سعر تكييف هاير بيبدأ معانا من اول 21,000 جنيه، وطبعا زي ما قلت لكم هيظهر جنبي في علامة الاي او ظهر بالفعل على مدار الحلقة في علامة الاي اللي جنبي،
دلوقتي جميع اسعار تكييفات هاير بجميع امكانياتها لو عايزين تعرفوا. بالنسبه لرايي الشخصي في تكييف هاير ولا تكييف فريش، فطبعا ده بيكون ليه مميزات وده ليه مميزات، بس انا من وجهه نظري ان تكييف هاير افضل من تكييف فريش برغم العيوب اللي انا اتكلمت فيها. ده بيرجع لحاجتين، ان هو لسه جديد في مصر فالشركة متوصية شوية بخامات التصنيع وبقوة التبريد، بس طبعا بيكون في عيوب اللي انا ذكرتها معاكم دي. طبعا مفيش حاجة بدون عيوب. ممكن تكييف فريش يتفوق من الناحية بتاعة قطع الغيار والصيانة بتكون متوفرة اكتر، لكن انا بالنسبة لي تكييف هاير افضل كقوة تبريد وكخامات، وانه فيه اوبشنز كتير للتحكم وصيانه التكييف من خلال الابلكيشن. احب افكركم مره تانية لو حد عايز التكييف يكون فيه خصم حصري لكل مشتركين قناه بي كوين. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم حلقات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.